السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. لقد حدث خلاف بين ليونيل ميسي وأشرف حكيمي خلال فترة اللعب معا في نادي باريس سان جيرمان. وفقا لتقرير نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الخلاف نشب في أحد التدريبات، حيث أراد ميسي الاعتداء على حكيمي خلال كرة مشتركة. ويقال أن نيمار حاول دعم ميسي ضد حكيمي، لكن سيرجيو راموس تدخل ووبخ نيمار. لكن يبدو أن هناك توتر كان قائما بين اللاعبين، وقد أشارت التقارير إلى أن ميسي لم يكن يمرر الكرة لحكيمي بشكل متعمد خلال المباريات. وقد أعادت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديوهات تبرز هذا السلوك من ميسي. بعد هذا الحادث غادر ميسي باريس سان جيرمان وانتقل إلى انتر ميامي ليبدأ مسيرته في الدوري الأمريكي. ومن المعروف أن باريس سان جيرمان شهد خلافات بين لاعبيه في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التقارير التي تحدثت عن رغبة كيليان مبابي في رحيل نيمار، وهو ما حدث بالفعل في نهاية الموسم الماضي. يذكر أن ميسي حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية، وقد تم تكريمه بجوائز عديدة تقديرا لمهاراته ومساهماته في كرة القدم. ومن ناحية أخرى يعتبر أشرف حكيمي من اللاعبين المهمين في الكرة العالمية، وله دور بارز في منتخب المغرب.